منظمة الصحة العالمية يا صديقي قالت إن في 1 من كل 3 أشخاص بيعانوا من عدم اتزان نفسي، وده طبعا بينعكس على تركيزهم وشغلهم بشكل مباشر. في دراسة مهمة يا صديقي في جامعة ييل بتقول إن الحرمان العاطفي لفترات طويلة بيأثر على مناطق التوازن في الدماغ وبيؤدي لمشاكل في اتخاذ القرارات والانفعال الزايد. تعالى صديقي بشويش أقول لك على شوية علامات بتدل إنك أنت ممكن تكون مش متزن نفسيا. ردود أفعالك مبالغ فيها على مواقف بسيطة أو تافهة، أو عندك عزلة واندفاع زايد، أو اضطراب نوم مزمن. بالمناسبة صديقي كلنا مضطربين نفسنا وما بننامش طبعا من كتر القهوة والسهر والتفكير بالليل في كل حاجة. لو عندك فقدان شغف كمان في أي شيء، لو عندك إحساس متكرر إن دايما في فراغ حواليك وفقدان كل معنى شيء في الحياة. دكتور طارق الحبيب هنا بيقول من فقد تواصله مع نفسه فقد فقد تواصله مع الكون. ربنا سبحانه وتعالى يا صديقي هنا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاتزان يا صديقي مش حالة نفسية، دي نعمة بتتجلى لما علاقتك بالله تكون مستقرة وكمان واضحة وصادقة. الاتزان يا صديقي بيبدأ من القلب، والقلب ما بيهداش غير في حضرة ربنا سبحانه وتعالى، ولما تتزن مع ربنا أكيد هتتزن في حياتك. خليني كمان أقول لك إن الاتزان في شغلك هيخليك تاخد قراراتك بعقلك مش بقلبك ولا بانفعالاتك. الاتزان في علاقاتك هيخليك تتعلم تقول لأ بدون أي إحساس بالذنب. والاتزان كمان في أهدافك هيخليك تعرف توقف وتراجع وتكمل بدل ما تنهار. منظمة الصحة العالمية يا صديقي قالت إن في 1 من كل 3 أشخاص بيعانوا من عدم اتزان نفسي، وده طبعا بينعكس على تركيزهم وشغلهم بشكل مباشر. في دراسة تانية من جامعة ستانفورد بتقول إن الأشخاص المتدينين بانتظام بيظهروا قدرة أكبر على ضبط النفس والتعافي الكبير من الأزمات. طيب بعد كل الكلام ده خلينا ألخص لك موضوع الاتزان ده وأقول لك تعمل إيه. 1 خصص وقت لنفسك للعزلة المنظمة. يعني إيه عزلة منظمة؟ يعني تقعد مع نفسك بهدوء تفكر وتراجع حساباتك. 2 حاول تكتب مشاعرك وصدقني هتتفاجئ جدا بالنتيجة. 3 حاول ترجع لصلاتك، مش بس تأديها، حاول كمان تعيشها. 4 حاول انك انت تمارس رياضة ولو خفيفة بس بانتظام. 5 اسأل نفسك كل يوم انا النهاردة حاسس بايه وليه. 6 ابني لنفسك هوية مستقلة عن نظرة الناس ليك. 7 اعمل جدولة ليومك كله يحميك من الفوضوية والعشوائية. في النهاية يا صديقي عايز اقول لك ان الاتزان مش هدف توصل له، الاتزان هو عبارة عن رحلة بتمشي وهتمشي فيها. كل ما تتزن أكتر كل ما حياتك هتبقى أفضل. خليك متزن وخليك دايما فاكر إنه لسه بدري.